عاملين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خصني نعاود لكم واحد القصه اللي هذه قصه واقعيه وكاينه. نبتدي على بركه الله. سميتي حنان، وكنت في اسره يعني مكونه من اب ومن خوت. كنت انا البنت الوحيده اللي كاينه في خوتي. اش غنقول لكم؟ الطفوله ديالي دازت مزيان كأي طفله، واخا كنت عايشه ما بين الخوت، وراكم عارفين فاش كتكون البنت عايشه مع الخوت يعني الدراري، كيفاش كتكون التربيه ديالها؟ كتكون شويه تربيه قاصحه، كيبقاو خصوص الا درت غير شي حاجه اللي بسيطه كيبقاو لا ما ديريش هادي، لا ما تفعليش هادي، لبسي الفولار، لبسي المستور، لبسي هذا. لا غير كنت في المدرسه كيبقى يقولوا لي فين كنتي، علاش تعطلتي، علاش هذا. مهم كانت شويه كنحس بديك الخنقه، وكنحس بانني محظيه في ما دزت، واخا انا راه ما كنت كندير والو. يعني كنت كنمشي من المدرسه للدار، من الدار للمدرسه. كنت من نوع البنات الخجولين، نوع البنات اللي صراحه ما كيطيرش. راك عارفين دابا البنات وخصوصا فاش انهم ديك الفتره ديال المراهقه كيخصهم انهم يلبسوا يخرجوا يماكي يهضروا مع الدراري. انا صراحه ما كنتش صراحه انا ما كنتش فداك، يعني ما كنتش هكاك. وفتره ديال المراهقه ديالي كما قلت لكم دازت عاديه. ما كنحس ما حسيتش بهذاك بحال ديال البنات وهكا، حيتاش اصلا كيفاش غادي نحسوا انه عندي تبارك الله خوت اللي حاضنيني كما قلت لكم، تابعيني على اي حاجه الا غير كحيت علاش كحيتي، فهمتوا؟ ايوا داز الوقت، قريت. وصراحه انا من النوع اللي ماشي محب القرايه، ما كنتش كنبغيها بزاف. يعني كنت غير كنمشي وكنجي وصافي، ودايره الخطر الوالديه وانني ما نجلسش في الدار، ومنها انني نخرج من ديك شويه ديال الخنقه، واخا راه الخنقه كنلقاها في الدار وكنلقاها برا. حيتاش تخيلوا انني كنمشي من الدار كنجي للمدرسه، الا تعطلت غير دقيقه كناكل العصا. يعني كنقول انا اللهم اني نجلس في الدار. مهم وصلت للتاسعة وما نجحتش، كنت ما نجح صافي وجلست في الدار. ايوا جلست في الدار. بقيت ها كنعاون الام ديالي الكوزينه، كنطيب كنسيق، ولكن باش انني نخرج وندور كيفي البنات ولا اللباس داكشي ما كنشوفوش اصلا. حتى التليفون هو الاخر ما كانش عندي. ايوا دازت المده، داز الوقت، عشت كما قلت لكم. ماشي غنقول احسن ايام حياتي، وما غنقولش يعني مهم كما قلت لكم. الطفوله والمراهقه دازوا كنقولوا اللهم هكا، ولا يعني ما خايبين ما زوينين. ايوا وصلت للسن ديال الزواج، وما نكذبش عليكم جا شحال من واحد، وديك الساعات كان كيقول الاب ديالي لا راه باقا صغيره، الله باقا صغيره. داز واحد الوقيته جا واحد السيد صاحب الاخ ديالي، كان كيعرفو، كان الاخ ديالي بحكم انه خدام في التجاره، كان حتى هذا السيد هذا خدام في التجاره. قال لي راني بغيت نتناسب معاك، بغيت نتزوج. قال لي راه كاين الاخت ديالي وهذا صافي. جاو للدار، ما سولوا على هذا السيد، ما اشنو كيدير زعما الطباع ديالو، ما خلوني نتعرف عليه، ما والو. قالوا لي فلانه غادي تزوجي، قلت الله يسخر، يعني زواج تقليدي. صافي درنا داكشي اللي قسم الله، درنا العرس، جاب لي اللي قسم الله. ولكن ديك الفتره اللي كنقولوا فتره ديال التعارف ولا فتره ديال الخطوبه، ديال انني خصني نعرف هذا السيد شكون ولا يعرفني يهضر معايا. تخيلوا حتى التليفون اصلا ما كانش عندي، يعني ما عندوش، ما كايناش هذيك يعني وسيله ديال التواصل ما بيني وبين هذا الشخص. انا كنشوفه كيشوفني وصافي تزوجنا. الفتره الاولى يعني داك شهر العسل كما كيقولوا ولا اسبوع العسل داز مزيان، كان كيتعامل معايا مزيان، ماشيش كيف ما كنشوفوا في الروايات وفي القصص انه كيمسي عليا ويصبح عليا بالرومانسيه وبالحب والكلام المعسول. ما نكذبش، كان كوريكت، كان كيجيب تقضيه صافي. كطيبي تسيقي يعني كنت ما في داركم
صافي. وفي الليل راكم عارفين، وفي النهار راكم عارفين، يعني ماشي شيء اصلا في النهار نهار كامل وما كانش كيكون في الدار، بالليل عاد كيجي كيدخل كاو كينعس. يعني الفتره الاولى ديال الزواج ديالي كنقول الحمد لله، يعني انسان ماشي داك النوع ديال كما قلت لكم رومانسي، ولكن هو كان انسان جاد. داز واحد الوقيته حتى كنكتشف يعني انه كيجي كاو، يعني كيجي سكران. يعني بصراحه في الاول ماشي مره في شحال، يعني مره في شحال انه كيجي سكران كيبقى كيتمايل كيجي طاح ينعس. بعد المره بقيت كل مره شويه بشويه كيزيد هذاك الشيء، وانا كنشوفه صابره. ديك الساعات كنت حامله بالوليد الاولاني وانا صابره. فاش بديت كنشد معاه السكير وكنشد معاه العكس، ولا هو ما بقاش كيصرف كيف ما كان الاول. في الاول تبارك الله كان الخير، ما بقاش كيصرف. قرز معايا واحد القرزه اللي خايبه. الا بغيت غير بصله وما كايناش في الدار، ما عنديش كيفاش ندير انني نجيبها، خصني نقول ليه بغيت البصله اولا بغيت هاد الحاجه. وبالليل كما العاده كيجي سكران كيجي كاو كيطيح. من بعد شويه وليت راه انني حصلت عليه الخيانه، حصلت عليه انه كيهضر مع البنات. في الاول كان بتخبيه، من بعد ولا كيهضر قدامي، كان كيضحك، كان كيقول لي الا ما عجبك حال سيري لدار باك. انا كما قلت لكم الاب ديالي صعيب، خوتي صعاب، الام ديالي مسكينه كما قلت لكم على قد الحال. يعني واحد الانسانه اللي ما ضريويشه داخله سوق راسها، كانت كتخاف من الاب ديالي. يعني فين غادي نرجع وانايا حامله؟ في شكون اللي غادي يقبلني وانايا حامله؟ يعني مازال كنت ديال راسي كنت غادي نخرج ونخدم اصلا ما غيقبلوش، يعني غادي نمشي للعذاب ونرجع للعذاب. بقيت كنحتاج بامري لله وصابره. دازت واحد الوقيته بقيت كنشوف راسي الا بغيت ابسط الحوايج ما كنلقاهمش، بغيت اي حاجه ما كنلقاهاش. كنشوف العيالات لابسين خارجين، كنشوف الذهوبات، كنشوف وتخيلوا غير عرسي الا كان معروضه العرس ما كيخلينيش نخرج، ما كيخلينيش نمشي للعرس، ما كيخلي يعني بزاف ديال الحوايج ما كانش موفرهم ليا. وانا نجلس واحد الوقيته وكنقول ها حنان، واش غادي تبقاي هكا؟ واش نتيا عشتي حياتك كامله وانتي صابره على الذل، وصابره انك خايفه من خوتك وخايفه من باك وخايفه من هذا، وكتردي البال لهذا وديري الاهتمام لهذا، وراسك غتخلي راسك بحال هكا؟ قبل ما نقول لكم انه راجل ديالي، يعني قلت لكم انه راجل ديالي تاجر، وراجلي كان كيجيب تبارك الله الفلوس. يعني الروسيطه كامله ديال النهار كان كيجيبها وكيحطها وهو كيكون سكران، يعني ما كيعرفش راسو شحال جاب ولا شنو ما جابش. بقيت كنفكر واحد الليله غبني الشيطان، جا كاو طاح نعس. بقيت كنتسنى حتى تاكد انه فعلا نعس. حليت البسطام. فلو كنت خايفه بزاف، كنقول ناري غيحصلني، ناري غيمشي فيها. هزيت في الاول 20 درهم صافي وخبيتها وضربت الطم وسكت. وتسنيت يومين 3 ايام ما سولني، ما قال لي واحد 20 درهم، ما قال لي والو. كما قلت لكم انه الزوج ديالي راه كان كيجيب فلوس، يعني بعض المرات راه كان كيدخل 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم، يعني كل نهار وكيفاش كيدخل. بعض المرات كيدخل السطر، بعض المرات كيدخل الاوراق، وكنقول ناري غيكون كيحسبهم راني هذا. المهم كما قلت لكم النهار الاولاني خديت 20 درهم، بقيت كنتسنى نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ما ردتش البال صافي. وانا نقول لها هو ما ردتش البال. جا عاوتاني واحد المره سكران، خليته تاني نعس، تاكدت نيت انه نعس. هزيت 50 درهم وبقيت هكا كل مره 50 درهم، كل مره 100 درهم، كل مره 20 درهم. وبقيت غادي وكنجمع وكنخبي، غادي وكنجمع وكنخبي، وما ما عمرو حصلت. يعني ما عمرو قال لي راه هزيتي ولا راه فلوس ناقصين ولا هذا. والراجل ديالي في هذيك الوقيته تقرص معايا بزاف، يعني 10 دراهم ديال هي الاخرى ما كانش كيحطها ليا. يعني مصروف ديال الدار كان كيجيب الاساسيات صافي، يعني داكشي ديال السقاطه وداكشي والو. وكان الولد ديالي ديك الساعات صغير وحملت بالولد الثاني، يعني عندي 2 وليدات. وتبارك الله الوليد الاولاني يعني هكا كيمشي يقرا، كيبغي ابسط الحوايج، ما كيبغيش يعطيه، كان ما غير درهم هي الاخرى ما كيعطيهاش ليه. صافي كبر الوليد الاولاني، الوليد الثاني كما قلت لكم انا بقيت هكاك كل مره كنهز
فاش كنهز كنخبي، يعني كنهز واحد مثلا 20,000 ريال 10,000 ريال، كنخرج بتخبيه كنمشي عند الذهبي كنحط ليه، كتعجبني شي حاجه كنبدا نحط ليه يعني كنخبي عند الذهبي. توصل مثلا واحد القيمه كنقول ليه اعطيني في هذيك واحد السلسله، ولا اعطيني واحد هادي، ولا اعطيني هادي، وكنشدو كنخبي عندي. صافي بقيت هكاك. هو كيشوف داكشي كنقول هادشي غير بلاكيور. جابت لي اختي، عفوا جابت لي امي، كما قلت لكم انا راه البنت الوحيده ديال الاسره ديالي. وبقيت صابره. كيجي كنقول لهم انا راه ميته بالجوع، ولادك ميتين بالجوع، ما خليتي لينا والو، ما هذا كيلوح لي 10 دراهم وكليهم. يعني قمه الوقاحه. انا كنخليه حتى كيخرج، كنمشي عند الجزار، كنجيب الكفته، كنجيب اللحم، كنجيب الدجاج، كنجيب بولفاف، كنطيب انا ووليداتي، كناكلو، كنقول لهم ضربوا الطم، ما كليتو ما والو. كنحيد نحل الشراجم، كتخرج الريحه، كنرش الريحه. المهم اننا ما واكلينش وحنا راه شبعانين في كروشنا. كنت كندخل وليداتي في السوايع، كنت كنشري ليهم اللي بغاو بحال هكايا السبت والحد، كنت كنخرجهم كنمشيو ناكلو في السناك وحنايا فرحانين. وهو فين ما كيجي كنبدا نقول ليه حنا راه ما واكلينش، واش حنا راه كناكلو الخبز كريم، حنا هذا عطينا المصروف. وهو تخيلوا راه حبس علينا المصروف، حيت صافي ولا عطيها غير الطاسه والبنات والحشيش وصافي. حتى الخدمه ديالو غاديه وكتدهور شويه بشويه، وانا غاديه وكنجمع. يعني صراحه هذيك الفتره استغليتها مزيان، بقيت جالسه كنجمع. اش غنقول لكم، الولد ديالي تبارك الله نجح في الباك، فرحت ليه، نشطنا، جبت ليه الحلوى، ضحكنا. هو يجي ويقولنا مالكم على الصداع، نقول ليه راه ولدك نجح في الباك، راه ولدك هذا. يقول لي هو كاع اش غيدير، يطلع شمكار، اش غيدير. المهم انا نقول لكم الابن ديالي ما كانش كنحقد عليه، حيت المعامله ديالو ما كانش كيعامل مزيان. لانه نقول لكم الزوج ديالي من داك النوع الاناني، من داك النوع النرجسي اللي كيبغي غير راسو صافي. يعني هو ياكل، ينشط، يلبس، يدير اي حاجه، ولكن اللي حداه واللي معاه ما كانش كيتسوق لينا نهائيا. يعني كاينين ما كاين. وانا كنت صابره على قبل وليداتي، وكنقول انني الا طلقت فين غادي نمشي، وشكون اللي غيقبل بيا؟ وتا واحد. خوتي راه تزوجوا، داروا مستقبلهم، كل واحد فين خدام. يعني ما كانش غادي يقبل بيا حتى واحد. وديك الساعات الاب ديالي كان مات، الام ديالي كبيره في العمر. يعني شكون هذا اللي غادي يقبل عليا وعلى وليداتي، وانا تبارك الله عندي 2 رجال؟ صافي بقيت هكاك كنجمع في الذهب، وانا دايره الذهيبات ديالي ومخبيه لدوير الزمان. حيت انا كنت عارفه غيجي واحد النهار اللي ما غادي نلقى حتى واحد قدامي. يعني ما غنلحق، الا لحقت على شي واحد ما غنلقاش. يعني خاصني انايا الا تحزيت في هذاك الوقت نلقى راسي انني راه كاينه، ونلقى ان وليداتي راهم معايا. صافي داز واحد شي ديال الوقت، بقيت انا هكاك وليداتي كنقول لهم ضربوا الطم، كليتو شي حاجه، عطيتكم شي حاجه، لبستو شي حاجه، نتوما ما شتو ما ريتو. وكنت ما عمر وليداتي عرفوا انني راني كنهز لباهم ولا انني هذا. صافي دازت واحد الوقيته، كما قلت لكم ولدي تبارك الله كبر، بدا كيقرا شويه. بديت في العطله هكا كنصيفطو عند الاخ ديالي. كان ديك الساعه شوفور ديال الكاميو، كان كيدي السلعه وهذا. وكان ولدي كيمشي عنده وكيعلمو الحرفه وكيعلمو هذا. صافي فاش ولدي بدا كيتعلم الحرفه وهذا، قال لي راه هاد الخدمه راه مشيه، راه فيها الفلوس، راه هذا. قلت ليه واش بغيتي تكمل؟ قال لي درت ليه بيرمي ديال الكاميو، وانا اللي خلصتو طنان. وما كانش في اخبار حتى شي واحد، لا الاب ديالو في اخبارو، لا خوتي في اخبارهم، حتى شي واحد ما كان في اخبارو. كان كيمشي كيدوز البيرمي ديالو، كان كيدوز هذا. وباش اننا ما نعيقوش كل مره كنصيفطو عند باه، سير قول ليه يعطيني. كان كيلوح ليه 10 دراهم. تخيلوا البنات 10 دراهم اللي كان كيلوح ليه. صافي دار البيرمي، نجح فيه، بقى
خدام مع الاخ ديالي شويه كيقول لي راه ما يعني ما كان مصروف قليل، ما كان كيعطي والو، كان كيعطي داكشي اللي بغى يعطيه وصافي. وانا ويقول لي شوفي امي راه انا ما كرهت كون كان عندي حتى انا كميون نخدم راسي وندير هادشي فيه الخدمه فيه الفلوس فيه هذا. وانا نقول ليه شحال تقريبا غيكون هذا الكاميو داير؟ بدا كيضحك ولدي يقول لي راه كاميو راه غالي. نقول ليه حتى شي حاجه ما تغلى عليك ولدي. مشيت بقينا كنسولو على، كنقول ليه انت غير سير قلب وشوف الا كاين شي كاميون لبيع. وديك الساعه تيقول لي بقى كيقلب ولدي بقى هذا قال لي راه لقينا واحد راه بيبيعو مولا راه مزير راه يعني الثمن هوته. مشيت بعت الذهب ديالي كامل واللي كان عندي بعته كامل. وانا نقول ليه هاك. كيقول لي منين جبتي الفلوس امي؟ منين يعني منين جبتي هذا؟ كنقول ليه دابا اللي مهم عندك هو انك تاخذ هذاك الكاميو. منين جبت الفلوس هذاك الشيء سوقي انايا. صافي مشينا تكاتبنا. ولدي خدم. فاش ولدي كيخدم وتبارك الله كان كيدخل. انا ديك الساعات اللي عطاني كنشدو عاوتاني كندير به الذهب. اللي عطاني كنشدو كندير به الذهب. صافي فاش ولدي حسيت به انه وقف على رجلي وولدي الاخر بدا كيمشي مع خوته باش كانه كيتعلم. قلت مشيت كنقلب على الكرا. قلبت على الكرا هزيت بقيت كنفرش شويه بشويه. فرشت الدار قديت المسائل. دازت يومين 3 ايام جاتني الراجل كاو وننوض ليه صباط. قلت له هاد الحاجه ما عجبانيش، حنايا ما واكلينش في كروشنا، ما لابسين كيف الناس، ما خارجين كيف الناس. انا ما مزوجاش كاع، انايا كنشوف راسي انا عايشه غير في هاد الدار، كنشوفك نتايا غير من الليل الليل وكتجي ليا سكران وعاد الخيانه. بقي المهم انا بقيت انا باغا نجبد منه غير صداع، باغا غير انه يضربني وهذا باش انني نخرج. بدا كيغوت قال لي ما عجبك حال سيري في حالك، ما عندي ما ندير بك. قلت له وصافي طلقني. قال لي الا كتعرفي المحكمه سير انا الريال هي الاخرى ما غتشوفيهاش من عندي. قلت له ودي انا سامحه لك في كلشي، عطيني غير براسي. صافي طلقت انا وهداك السيد. مشيت المهم انني راني رابحه 2 رجال في ظهري. مشينا لدويرتنا. سكنت انا وليداتي تبارك الله ما شاء الله خدامين. خوتي كيقولوا لي واش ولادك خدامين في الحشيش، حيتاش ما عارفينش ولادي وتخيلوا ما عارفينش ولادي انه هادوك يعني الكاميونات راه ديولهم. يعني راه انا مني تعلم ولدي الثاني راه خديت كاميو اخر، يعني يعني هو كاميو وولدي الاخر كاميو، والحمد لله كنا عايشين بخير. كيقولوا لي لا واش هاد الفلوس كاملين، يعني راه ولدك ياك ما كيهرب الحشيش ياك ما هذا. تخيلوا وصلت به الدنا اخويا انه يديكلاري بولادي على انهم كيتاجروا في الحشيش. وجاو البوليس وقلبوا لقاو ورقات سالمين، لقاو تما فاش خويا صافي برد ليه لما فرك بانه فاش عرف راه هذوك الكاميونات راه ديولنا، يعني ماشي خدامين سميتو كيتعجبوا منين جبتو الفلوس منين درتو منين فعلتو. صافي الحمد لله درنا الدويره ديالنا، حيدنا من الكرو درنا الدويره ديالنا. ولادي شدوا واحد المحل عمروه بالسلعه ومع ذلك خدامين في الكاميونات. انا الحمد لله ما كان خاصني حتى شي حاجه. قطعت علاقتي بالطليق ديالي، قطعت علاقتي بعائلتي كامله، حتى واحد ما مني حتى واحد ما كان كيدق عليا كيقول لي اش خاصك اختي ولا اش بغيتي اختي، مع العلم انهم كانوا عارفين الحاله ديالي وعارفين العذاب اللي كنت عايشه وعارفين هذاك الراجل اللي تزوجت به كيفاش كان داير. ولكن حتى واحد ما قال لي افلانه مالك اولا افلانه بارك عليك اولا افلانه اجي عندنا رحنا معك رجال والو. صافي دازت مده الحمد لله كنت بخير وعلى خير. من بعد سمعت باللي طليقي بقى تابع الطاسه وتابع الحشيش وتابع سميتو انه صافي خسر خدمه ديالو. هو كان تاجر دخل في شي حاجه ودخل في شي مناوشات صافي الخدمه ديالو مشات، ما بقى مازال داك المحل اللي كان عنده صافي تباع، يعني جاه السيزي وتباع. الدار اللي كانت عنده مشات باش انه يخلص الكريديات ديال الناس. صافي ولا مقابل غير الشراب وغير هذا، ولكن في الزنقه. تخيلوا فاش عرف باللي راه اللي راه ولادو
تبارك الله خدامين خدمات زوينين ودايرين الدار وهذا، جا عندي كيقول لي منين درتي هاد الشي وفين كي درتي هذا، وانا نقول ليه اجي يا فلان وجلستو. قلت لي عقلتي فاش كنتي كتجي كاو كتجي طايح شنو كنت كندير وشنو كنت كندير وشنو كنت كندير وشنو كنت كندير، ولكن راه انت كنتي كتخليني بالجوع، كنتي كتخلي ولادك بالجوع، ما كنتي كتصرف علينا، ما كنتي كتلبسنا، ما كنتي كتوكلنا. بقى مصدوم كيقول لي لا ما يمكنش، وكيفاش انا وما عقت بيه، كيفاش انا، لا دابا هادو فلوسي. كنقول ليه هادو فلوس ولادك وحق ولادك وحقي، انت ما عليك بيهم والو. وجا ديك الساعات ولدي وكان لقانا ويقول لي انا بغيت فلوسي. قال لي بغيتي فلوسك، وهز 10 دراهم لحالي. قال لي عقلتي لهاد 10 دراهم صافي. هذا الطريق ديالي بقى كيشوفه ونجريو عليه، خرج صافي بقى عايش في الزنقه، بتابع غير الشراب، يجي من هنا يدير من هنايا. من بعد داز واحد النهار لقاوه ميت. صراحه نكذب عليكم ونقول لكم انه بقى فيا ولا انه في ديك الحاله، صراحه ما نقدرش نقول لكم انه بقى فيا، لانه كان معيشني العذاب. كون ما درت هذيك الخطوه، ما عرفتش انايا واش هذيك الخطوه كنقول ان واش حلال ولا حرام واش، ولكن انا ما كنتش كنشوف حتى شي حاجه من قدامي. كنت كنشوف وليداتي، كنت كنشوف راسي انني غادي وكنضيع، وكون بقيت على هذاك الحال كنت غادي نموت بالجوع انا وليداتي. ما كانوا ولادي غيقراو، ما كنت انا غنعيش، ما كناش غنوصلوا لهذه المرتبه. ولكن كنقول الحمد لله، يعني انني قدرت انني نخدم يعني ربيت وليداتي وخدموا احسن خدمه، وانا دابا عايشه بالضبط بخير الحمد لله على كل حال. وهذه هي قصتي، نتمنى البنات تاخذوا العبره وماشيش اي واحد عاش في واحد الوسط اللي خايب او لا بقى واستسلم الامر الواقع. لا، نوض. وكون انا كان عندي كيفاش ندير نوض نخدم، كنت غادي نوض نخدم، ما كنتش غادي ندير هكا. ولكن كنشوف انا كنقول هذوك حق وليداتي، حقي هذاك حقنا، لانه عوض ما انه كان كيخسر عليهم، كيخسر غير على الخنزات، وكيخسر غير على الشراب، وكيخسر على الحشيش. راه من حق وليداتي ومن حقي انني انا هزيتهم، ودابا الحمد لله ولادي خدامين خدمه زوينه، كنسافروا لاحسن البلايص، كنلبسوا احسن لباس، والحمد لله على كل حال. بنات هذه هي القصه ديالي، ونتمنى ان شاء الله تاخذوا العبره وارائكم في التعليقات باذن الله. السلام عليكم.